نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا في الخطبة الماضية ما يتعلق بغلو هذه الطائفة المارقة، ألا وهي طائفة الرافضة، الذين غلوا في علي بن أبي طالب وفي آل بيته غلوا عظيما، حتى أهدروا بذلك أركان الإسلام وأبطلوا بذلك أركان الإيمان، ولم يبقى مع المسلم على مذهبهم إلا الغلو في آل البيت ومحبة آل البيت. فالدنيا والآخرة إنما خلقت لآل البيت، وهم يتصرفون في الكون، وهم الذين بأيديهم أزمة الأمور، وصرفوا شيئا كثيرا من أمور الربوبية في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفي آل البيت، حتى ألهه بعضهم جعله إلها مع الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. وهكذا صرفوا له كثيرا من العبادات، والله عز وجل هو المنفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة أحد غير الله عز وجل. فهكذا صارت محبة علي رضي الله تعالى عنه وآل بيته حسنة لا تضرها سيئة، كما أن العدول عن علي سيئة لا تنفعها حسنة. فسبب حبوط الأعمال عدم القول بقولهم في ولاية علي وأنه المستحق للخلافة، وأن سبب قبول الأعمال هو ذلك. وهكذا هو يعلم الغيب، وهو بيده الدنيا والآخرة. وهكذا الأئمة من آل البيت لهم حق التشريع، وأن الوحي ينزل عليهم، وأن لهؤلاء الأئمة مقاما فوق مقام الأنبياء، وأنهم لهم حق التحليل والتحريم. وهكذا بالنسبة للقرآن حرف بحسب زعمهم بسبب غلوهم في آل البيت، فالقرآن قد حرف وزيد فيه ونقص. وهكذا القرآن الموجود بين أيدينا فإنهم يتلاعبون فيه بأنواع من التحريف وأنواع من التلاعب، ولا يعلم تفسيره إلا علي بن أبي طالب. وهكذا السنة ليست عندهم إلا سنة المعصومين، فأهدروا الآلاف من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبسبب هذا تلاعبوا بالدين وأبطلوا القرآن والسنة، وفتحوا المجال لكل ملحد ولكل زنديق ليصل إلى مآربه ولينفذ مخططاته من طريق دعوى المحبة لآل البيت. وفي الوقت نفسه عباد الله، إذا نظرت إلى عقائدهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء الرجال الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشرفهم الله عز وجل بأن جاهدوا معه حق الجهاد، جاهدوا بأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وتركوا أوطانهم وديارهم نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من فضيلة ولا خير إلا وهم السباقون إليها، وما من رذيلة إلا وهم أبعد الناس عنها. فازوا بحضور مجالسه عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه، جعلهم الله عز وجل أزكى الناس قلوبا وأطهرهم نفوسا وأعظمهم ذكاء وحفظا وفطنة. تلقوا العلم ونشروه في المشارق والمغارب، فتح الله عز وجل بهم القلوب بالعلم والإيمان، وفتح بهم البلاد والأمصار بالحق والعدل، وأقام الله عز وجل بهم الدين. هؤلاء الثلة الذين لا يوجد مثلهم بعد الأنبياء، فهم خيرة البشر بعد الأنبياء. لكن انظروا إلى مذهب هؤلاء الرافضة في هؤلاء الرجال الذين أثنى الله عز وجل عليهم أحسن الثناء ومدحهم أحسن المدح في آيات كتابه الكريم. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل أو ذكر فضيلة المهاجرين والأنصار وأبان شرفهم وعلو منزلتهم. خطب الناس في الحج وقال لينزل المهاجرون ها هنا في ميمنة القبلة، ولينزل الأنصار ها هنا في ميسرة القبلة، ثم لينزل سائر الناس بعدهم. وهكذا هو القائل عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهكذا هو القائل في يوم الخندق وهم يحفرون الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي رواية: فأكرم الأنصار والمهاجرة. وفي رواية: فأصلح الأنصار والمهاجرة. ومع ذلك عباد الله، فإنهم اتخذوا من البراءة والسب واللعن والاتهام بالنفاق والزندقة والتكفير لهؤلاء الثلة المباركة سلما ودينا وأساسا متينا في مذهبهم. نعم عباد الله، فإن هذه الطائفة المارقة تعتقد كفر وارتداد جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولم يسلم من الكفر ولا الارتداد إلا طائفة يسيرة، منهم علي وآل بيته، ومنهم المقداد ابن الأسود، ومنهم أبو ذر الغفاري، ومنهم سلمان الفارسي، ومنهم عمار ابن ياسر، مع أن في نفس هذا الأخير في نفوسهم شيء عليه. هكذا عباد الله جعلوا هؤلاء نقلت القرآن ونقلت السنة كفارا مرتدين، بل ذهبوا إلى خيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فجعلوا من أساس دينهم البراءة منهم ولعنهم وسبهم والطعن فيهم. هذا من أساسيات مذهب الرافضة الإمامية، نقلوا الإجماع على ذلك، وزعموا أن النصوص الدالة على كفرهم وعلى نفاقهم وعلى زندقتهم وصلت إلى حد التواتر، فلأجل هذا هم يكفرون من لم يكفرهم ومن لم يطعن فيهم ومن لم يقدح فيهم. ويدعي بعضهم أن النصوص الواردة في ذلك لا يسعها مجلد، بل لا تسعها المجلدات. هكذا اعتقاد هؤلاء عباد الله في هؤلاء الثلة المباركة وهؤلاء الرجال الأخيار
الذين نصر الله عز وجل بهم الدين. فمثلا أبو بكر الصديق أجمعوا على تكفيره وعلى كونه كان منافقا ولم يكن فيما افتروا وكذبوا مسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو وسائر الصحابة إلا من استثنوا أظهروا الإسلام نفاقا وطلبا للجاه والدنيا. قالوا كان أبو بكر على كفره وشركه، وكان يصلي وفي عنقه صنم، كان يصلي خلف رسول الله وإذا سجد إنما يسجد لهذا الصنم. وقالوا كان يزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساحرا. هكذا طعنوا فيه وهكذا كفروه وهكذا اتخذوا من لعنه وسبه قربة إلى الله عز وجل، وجعلوا حسناته وجعلوا مناقبه سيئات. معلوم حسناته الكثيرة وفضائله المتعددة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس خرج في مرض موته فجلس على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال كلاما منه أنه ليس أحد منكم أمن علي في نفسه وماله مثل أبي بكر. ثم قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سدوا جميع الطرق إلا طريق وخلة أبي بكر، إلا سدة أبي بكر. وهكذا قال لم ينفعني مال قط كمال أبي بكر. وهكذا بشره بالجنة في أحاديث كثيرة. ولما جاء عمرو بن العاص من غزوة ذات السلاسل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال فمن النساء؟ قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو بكر، ثم عد رجالا آخرين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين، وفاز بشرف صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عمدوا إلى هذه الفضائل وغيرها كثير فجعلوها سيئات. ماذا يفعلون أمام هذه النصوص؟ قالوا إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليصحبه في الغار لأنه خاف أن يبلغ عليه كفار قريش، فلهذا قال له تعالى معي حتى يأمن من شره وتبليغه. هكذا زعموا، وأنه جعل عليا في فراشه لأمنه منه. النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فارتج وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال اثبت أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. نصر الله عز وجل به الدين في قتال أهل الردة، وقال مقولته المشهورة لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قالت الرافضة هذا جرم كبير، ومن قال هذه المقالة فإنه كافر عنيد، وهذا ظلم بين وظاهر. جعلوا مناقبه سيئات، إذا كانت حسنات اللاتي أدل بها صارت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. وهكذا عباد الله طعنوا في عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشد الطعن، فجعلوه كافرا وجعلوه منافقا وجعلوه زنديقا، وجعلوا عمر
أعظم الناس عذابا حتى من إبليس. وذكروا من هذه الخرافات أن إبليس تعجب فقال: يا ربنا، ما بال هذا الرجل أكثر عذابا مني وأنا الذي أغويت الخلق أجمعين؟ جعلوه أعظم من إبليس. وعمر رضي الله تعالى عنه في ثباته وفي دينه وفي إيمانه وفي علمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل أو عمر بن الخطاب. فوفق الله عمر للإسلام. قال ابن مسعود: لم نزل أعزه منذ أسلم عمر. هذا الصحابي الجليل الذي امتلأ إيمانا وثباتا ويقينا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بينما أنا نائم إذ مر علي الناس بثيابهم، فمنهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه ومنهم من هو دون ذلك، يعني من أعلى. كلما كان أقوى في الدين كان يعني ينزل قميصه إلى أسفل. قال: ثم مر عمر وإذا هو يجر قميصه جرا. قالوا: يا رسول الله، ما أولته؟ قال: الدين. وهكذا في حديث آخر وهذا في الصحيحين وأيضا روى الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ ناولوني كأسا فيه لبن فشربت حتى خرج ريه من أظفاري. قال: ثم دفعت أو ناولت الكأس لعمر بن الخطاب. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أوتي علما غزيرا، صاحب دين متين وعلم غزير وثبات وصلابة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال له: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، لا يخاف ويرتعد من عمر بن الخطاب، الشيطان الرجيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن يكن أحد في أمتي فإنه عمر. إن يكن أحد في أمتي من المحدثين الملهمين فإنه عمر بن الخطاب، صاحب فضائل كثيرة وحسنات جمة، ومع ذلك طعنوا فيه أشد الطعن، حتى قال زنديقهم الجزائري: كان به داء لا يداويه إلا ماء الرجال، أخزاه الله. يتهمه بفعل الفاحشة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يتقربون فيما يزعمون إلى الله عز وجل بلعنهم وسبهم، لهم أذكار صباحية ومسائية فيها لعن أبي بكر وعمر وعثمان، ولعن عائشة وحفصة ومعاوية، ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهذه الأذكار فإن له الجنة ويعصم من النار وله من الحسنات كذا وكذا. اتخذوا ذلك دينا، بل جعلوا يوم مقتله رضي الله عنه يوم عيد من أعياد الرافضة. عباد الله، يوم مقتل عمر بن الخطاب، من الذي قتله رضي الله عنه؟ إنه أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي. فأشادوا بهذا اليوم وجعلوه يوم عيد، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أمر الكتبة الكرام أن يرفعوا الأقلام في كتابة السيئات لمدة 3 أيام فرحا بمقتل عمر، وأن من اتخذ ذلك اليوم عيدا فله من الحسنات كذا وكذا. ولهذا عملوا قبة على قبر أبي لؤلؤة المجوسي، ودعوا الناس إلى زيارة مشهده وقبته، والقبة موجودة إلى الآن، وهناك صور
ملتقطة لأناس كثيرين حول قبر أبي لؤلؤة المجوسي، ولقبوه باب شجاع الدين، وزعموا أنه كان من المصلحين وكان من الصالحين وكان من عظماء الإسلام المجاهدين. هكذا يصفون قاتل عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه كانت له منزلة حتى عند آل البيت. قال محمد بن الحنفية أحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبتي، من خير هذه الأمة؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من أحد المسلمين. متفق عليه. لما وضع عمر رضي الله عنه كما في الصحيح على سريره، قال ابن عباس: فسمعت رجلا يتكلم وراء ظهري فيقول: رحمك الله يا عمر، إن كنت لأرجو أن تكون مع صاحبيك. كنت كثيرا ما أسمع رسول الله يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وجلست أنا وأبو بكر وعمر. فالتفت قال: فإذا هو علي بن أبي طالب. ولما طعن رضي الله عنه قال له ابن عباس والحديث في البخاري، قال: يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو راض عنك، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ومات وهو راض عنك، وصحبت من صحبهما فأحسنت صحبتهم فهم الآن راضون عنك. وهذا في البخاري. آل البيت يعرفون قدره وفضله ومنزلته، وفق الله الجميع لما يحب يا رب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهكذا عباد الله، طعنهم في ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه كسابقيه، اتهموه بالكفر والزندقة، واتهموه بالنفاق، وجعلوا سبه ولعنه قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، واتهموه بمثل ما اتهموا به عمر رضي الله عنه، أنه كان يلعب به الرجال، وأنه كان يضرب على الدف، قاتلهم الله. وعثمان بن عفان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكما في الحديث المتقدم قال: أثبت أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. جعله النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، وأن قتله كان ظلما. أما هم فقد نقلوا الإجماع، إجماع طائفتهم، على أنه كان كافرا حلال الدم، وأن قتله كان واجبا، وأن من قتله قد أحسن في قتله. ينقلون الإجماع على ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما جاء يستأذن قال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بير رومة وله الجنة، فحفرها عثمان. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان. تستحي منه الملائكة، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عمر كان صهر علي بن أبي طالب، تزوج أم كلثوم بنت علي بنت علي بن أبي طالب. كيف يفعل هؤلاء بمثل هذه الحوادث؟ علي بن أبي طالب يزوج ابنته بعمر بن الخطاب، قالوا كان مقهورا، زوجه قهرا لا رضا. وبعضهم افترى سخافة فقال: لما ألح عمر على أن يتزوج بأم كلثوم بنت علي، دعا جنية يهودية من نجران
وقال تمثلي بصورة أم كلثوم، فإنما تزوج جنية يهودية. بالنسبة لعثمان رضي الله عنه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين، برقية وأم كلثوم، فقالوا قتل عثمان رقية، وجعلوا قوله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قالوا هذه رقية بنت رسول الله. امرأة فرعون هي رقية، امرأة فرعون وهو عثمان. قالت ربي نجني من فرعون وعمله، أي نجني من عثمان وعمله، ونجني من القوم الظالمين، أي من بني أمية. وفي قوله عز وجل: أيحسب ألا يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. قالوا هذا عثمان قتل رقية وظن أن هذا خاف على الله سبحانه وتعالى، ضربها ضربا شديدا حتى ماتت بسبب الضرب. هكذا يفترون الأكاذيب على هؤلاء الأخيار وهؤلاء الفضلاء. فإذا كان هذا قولهم في خيرة هذه الأمة، فما ظنكم بسائر الصحابة؟ تلاعب بالدين وفتح لأبواب الزنادقة والملحدين، وإبطال للشريعة، ودفع للقرآن والسنة، وطعن في حملة القرآن والسنة، وعداء للدين وأهله، حتى آل بيت النبوة لم يسلموا من أذاهم وسبهم وطعنهم. نسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم بقناة المنهج السلفي في اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.